الجريمة النووية التي نفذها الاستعمار الفرنسي في صحراء الجزائر وصل مداها الإشعاعي إلى جنوب أوروبا في ظرف 13 يوما، حقيقة تظهر لأول مرة بعد مرور أزيد من 50 سنة على عملية اليربوع الأزرق، عبر الكشف عن خريطة التجارب الخاصة بالجيش الفرنسي التي أوضحت وبشكل دقيق المدى الحقيقي للإشعاعات الصادرة عن القنبلة النووية. السلطات الفرنسية وبعد إماطة اللثام عن هذه الخريطة التي بقيت سرية لعقود من الزمن ستكون مطالبة أمام المجتمع الدولي بتقديم تفسيرات وتوضيحات حول الجرعة الحقيقية المستعملة خلال تجربتها، فهي وفي كل مرة تطرح القضية كانت تؤكد أن مستوى الإشعاع كان ضعيفا. أمس فقط مرت 54 سنة على مأساة الرجانيين التي خلفت العديد من العاهات ورسمت ملامح بشاعة الاستعمار الفرنسي الغاشم، لنكتشف اليوم أن المأساة عمت كامل التراب الوطني دون علم ولا دراية، ونجد أنفسنا أمام تساؤل كبير: كم من جريمة فرنسية ارتكبت في حق جزائري واتهم فيها آخرون؟ فالإشعاعات النووية أصابت أهالي منطقة رجان وحتى أرضها بأمراض مجهولة ما زالت تفتك بهم حتى الآن دون أن يعترف المستعمر بمسؤوليته. واليوم تأكد أن الإشعاع مس كل الجزائر، فهل ستعترف فرنسا بهذه الجريمة؟